بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله بدينا وعلى النبي صلينا. بسم الله. اليوم إن شاء الله مش يكون الفيديو بتاعنا متنوع شوي شوي. مش نعمل خبز محشية، معناها خبزة في الدار. مش باش نعملها كيما مستانسة نعملها فرد طبق. مش نعملها كل الخبزات خبزات كيما الباجيت مثلا هكاك. حاسي مش نعملها سميد، ما نعملش فارينان. ديما الحق نعمل السميد حسه خير وصحي اكثر انه من الفارين. واحد تفك عليه من الفارين، ديما فارينه ديما فارينه. حسي لا اله الا الله محمد رسول الله. حسي حطيت باش نعمل كيلو سميد، حطيت عليه مغرفه صغيره ملح ومغرفه كبيره سكر، نحطوها لهنا. وهذه خميره، باكو خميره زيد نحط الكل على بعض. انا ديما هكاك ما نفصلش الحاجات على بعض ونحطوا فيه كبعضها تجي طريه باهي. بسم الله. ونحطوا لها شويه زيت للي باش تتبسس معناها. زيت زيتون. كان ما عندكش زيت زيتون ما يسالش، حتى زيت نباتي. سبحان الله، واحد كل مره كيفاه، مره موجود مره مش موجود. وهذا حطيت باش نعجنها بالحليب. هذاك الحليب هاكا دفيته شويه وتويكا مش نخلطها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. خلطها الكل هكا على بعضها. سميد اصفر يهبل، تقول عليه حاطين فيه الكركم. هاك تبسست هكا تويكا مش نبدا نعجنها بالحليب. دفيت شويه حليب تجي كيما عجينه البيتزا. عجينه البيتزا ما تتعجن بالحليب. بسم الله. نعجنها هكا بشويه حليب دافي ونحطها نخليها تخمر. نزيد بشوي بشوي حتى توصل للقوام اللي حاجتي بيه. السميد يشرب خاطر مش كيما الفارينه. هي الفارينه ثم فارينه تشرب وثم فارينه لا، اما السميد يشرب اكثر خاطر هو احرش شوي. اما هذا السميد رطب، ولا تقول عليها فيه الكركم، وانا مراني ما حطيتش فيها كركم. على ما هو اصفر ما شاء الله تيهبل السميد تاع الورد البيضة ولا لا دياري ولا شنو، ولا ما ثبتها في الباك شنو ياسم. نزيدها شوي. تتلم هكا ونحطها في الخمارة. الخمارة اللي هذه معناها صحفة بغطاها سكر عليها، من غير لا كيما كنا قبل تحطها في منديلة وتلفها في فراشية وتلفها باش تسخن. توا كل شيء تطور، تحطها كي في صحفة معناها هكاك صحفة بغطاها موجودين توا في كل بلاصة. ما كترش كل وحده خاطر اينوكس هكا. نكمل هذه ونحطها تتخمر وبعدها نرجع لكم ان شاء الله. باهي بعد ما عجنت العجينه وخليتها تخمر تويكا مش نطيب السكالوب. السكالوب هاو كيفاش باش نعمل. حطيت نكته زيت مش برشا زيت وقصيته جويد وغسلته. نحطو في القلايه. ونقص راس البصل نقصه جوي وتتقلى البصل والسكالوب مع بعض. ديما يفوح البصل راه. ومع الخبزة ركبت معاها
رشته جاري بالطبيعه. حطيت الفول والحمص والعدس، حطيتهم في الكوكوط يطيبوا باش يطيبوا بالكدا. وقت اللي يطيبوا عاد نبدل نحيهم الكوكوط ونحطهم في طنجره اخرى ونفوحهم ونحط الكلافس ونزيد الفاح معناها بتاعها ونزيد نخليها يطيب. اما تويكا حطيتهم في الكوكوط الدبابش خليهم يطيبوا باش تجي مهبي وتعطي مطعم بنين. فوالا هذاك قصيتهم. خليهم يتقلوا بالكدا هكا. الزيت ما تكثرش، دوبه نكته هكا باش ما يشدش في القلايه. وهذاك وهذا الفاح حطيت شويه ملح وفلفل اكحل وكركم وتابل وكروي، حطهم الكل مع بعضهم. خليهم يتقلوا يطيبوا هكا بالكدا بالكدا، ما نزيدهمش الماء، خليهم يطيبوا هكاك في الزيت ويتقلوا مع البصل وهكا. وتوا وقت اللي تخمر عاد خبزتنا وباش نبدو نفرسيوها نرجع لكم ان شاء الله. باهي تويكا مش اسم الرشته طابوا كدبابش الكل، نقلتهم في الطنجره هذه لهنا، نقلتهم في الطنجره ومرقتها بالماء. تويكا مش نفوح، باش نحط لها طماطم. نجيب المغرفه، حطيت لها شويه زيت هاكا مغرفه وشويه طماطم. نحط لها مغرفه هريسه عربي هذه عملتها انا في الدار. تجي محاره موزوزه شوي. باهي نحط لها الملح. لحظه برك نحرك هذا الساعه. والكلافس قصيتها وغسلتها ونرميها، خاطر كي نرميها نحط الكلافس مع الدبابش من اول مره تذوب هكا تسيب معناها تبدا فايحه باهي. وحطيتها المغرفه اللطف هاي هذه سايم خليها كتير على راحتها كذا. من بعد نذوقها على الملح خاطر الهريسه فيها الملح، شوفها معناها ملحه باهي ولا لا. تو نتوكلوا على ربي في العجينه. هاي خمرت، شوف كيفاش طلعت. هاي يدي بالمعده بالكلافس. نعجنها طريف هكا خاطر معجونه هي، عجنتها بالباهي. كي خمرت سيبت الماء تاعها، نعجنها باش يدخل الماء في بعض. نحط هكا. لا اله الا الله محمد رسول الله. شويه فرينه بسم الله باش ما تلصقليش. ونحل هكا. ما شاء الله السميد بالحق مش عادي، اول مره نشري سميد كيما هكا اصفر اصفر كأني حاطه فيه كركم. نحط فيها تشد خاطر نحط لها شويه فارين. الكلافس خاطر يدي فيه باهي، الكلافس صحيه.
باش نعملهم كيما الباقيت هكاك، خبيزات صغيرين معناها. اذا بيا نجود العجينه باش ما تجيش خشينه، كي تبدا جويده خير. باهي هكا حليتها العجينه، تويكا باش نحط فيها الفرسي، معناها نفرسيها، نحط لها الدجاج والجبن وكل شيء. باهي انا مش باش نعمل لها صوص، باش نعمل لها هريسه. عندي عملتها في الدار هريسه عربي هذه مرحيه بالكدا بالكدا، تقول عليها الهريسه الحكوك. بس خاطر نعمل صوص المره هذه حبيت نبدل، قلت طيب خلينا نبدل شوي. يحبوا الهريسه هما الاولاد، يحبوها الهريسه العربي. تغيير، واحد ديما يجرب والافضل دايما يعملوا، اما تجرب باهي. مغرفه كل جبتهم، نحط فيها شويه الدجاج هكا، نحط الجبن، الجبن هذايا بتاع الجزائر الموتزاريلا هذاك، كي يتحط في وسط الحشو، في وسط ما طاجين بريك هكا، في وسط الحشو كيما هذه الخبز الكل، يجي خير من اللي انك تحطه من الفوق. باهي نعمل هكا وهكا، نقرصها هكا باش تشد العجينه، قرصات هكا جويده، نسكر على الجناب. نعمل واحدة كاملة باش تشوفوها كيفاش، وبعد نكمل بقية العجينة. تويكا شنو نعمل لها؟ شديت طرف هريسة، زدت حليتها بالماء باش ما تجيش خاثرة برشا، ونمسح بها الخبزة من فوق هكا، وباش تخف حتى حروريتها تخف شوي. تغيير، واحد ديما ماذا به ديما يجرب حاجة يشوفها يجرب. ناجحة وجات بنينة نعاودو منها، هذه تجي باهية كلها بالجبونات وكيفاش ما تجيش بنين. بعد نعمل الجبن هذايا الرابي، جبن تونس هذايا تاع اسمه بريزيدون، ولا مش مستحضر، جبن باش تجيب منظرها شباب ومزيانة من الفوق. انا راكم تشوفوا فيه كيفاش نعمل فيها. طبعا نحطها في الطبق، بسم الله. كان متنجموش تهزوها ديريكت، حطها في الطبق وبعد زينها في الطبق كدا معنا بالهريسه. فوالا نكمل بقية العجينه بتاعي هكاك، معناها نفرسيه نعبي، وبعد نحط الهريسه من فوق وندير عليه الجبن. تو نرجع لكم بعد ان شاء الله. باهي هذايا تويك الخبز بتاعنا هكا طابت صايي، وهذه الرشته طايبه واني مخثره بالدباب باش تعمل 66 كيف. وهذه خبزتنا هيك كيفاش من الداخل، ريتو الجبن كيفاش الجبن فيها. نهبط هكا شوي هكا جات زادة تشرح. كا واحد ديما ماذا بيه كي يشوف حاجه يجربها ويشوفها يا ترى ناجحه ولا لا. الحمد لله جاتني ناجحه وجات باهيه،
وحمرة من فوق هيك تجي حمرة تغيير، معناها واحد ما يعملش العظم، يعمل طرف هريسة ويرش عليها الجبن من الفوق ويجرب حاجة بنينة وتجي مزيانة والعائلة ياكلوها معناها والكل هكا. وهذايا دبرتنا اليوم. وتويكا مش نتعدوا باش نعمل البسيسه، اكل البسيسه اللي عملتها المره الاخرى، ماني قلت لكم تو كي نجي مش نخلطها نصورها لكم. تويكا باش نتعدى نعمل بسيسه ومش نخلطها بالزيت زيتونه والشاميه، وهي خاطر فيها معناها فيها جلجلان وفيها كل شيء. باش نخلطها لكم ان شاء الله. نتعدوا البسيسه كيفاش تتخلط. باهي بعد ما كملت طيبت الرشته والخبز، خبز محشي عملته كي نوعيه الباقيت كيما شفتوه معناه والكل. تويك باش نخلط البسيسه قلت لكم عليه، البسيسه اللي عملتها المره اللي فاتت هذه هيك. ما وريت عملتها فيديو، اللي ما تفرج في الفيديو تنجم ارجع تلقاه كيفاش عملت البسيسه هذه. باهي مش نخلطها تويكا، باش نحط فيها زبيب وشمية وبالسكر المحور نعملها، يعني ما نعملهاش بالسكر الاحش، ونخلطها بالزيت زيتون. باهي نبدو نتوكل على ربي. استنى قبل هذيك الساعة نحط هذوما. بسم الله. هذه الشامية فتفتها هك، تجي بتاع فطور الصباح بتاع باهية للي صغاركم الكل، هو الصغير والكبير، اللي ما عندوش السكر ما ياكل اللي يحب عليه. بسم الله. نخلطها هكا شويه. كذا نحلك الشامي ما خليهاش كعبر كعبر، نحلها. تويك نحط السكر نغربله. خاطر يبدا فيك الكعابر كعابر. نغربلوها هكا شوي هاكا. ريت كيفاش يلزم واحد، لازمها تتحل. نصب ديريكت بالساشيفي. خليته صب انا، هذا مش شكل البكوات. كمل غربلوه هكا وبعد نعمل بالزيت. باهي هكا غربلته السكر، خلطه هكا شوي شوي، مش نبدا نحط الزيت ونعجن بيدي. نعمل حفرة هكا في الوسط. زيت زيتون خاطر يلزمها راه. بسم الله. نبدا نخلط هكا بشوي شوي، خاطر جات الوحدة ظريفة مش مشكل تو تتلم. نبدا نعجن بيدي هكا حتى نكمل نلمها بالزيت بالكدا بالكدا. يلزمها تتعجن باليد راهو هكا، باش الزيت والبسيسه والسكر والكلها تدخل في بعضها. نقلتها بدلت هذيك الصحفه، هذيك جات شقاله جات صغيره، وانا بدلتها في هذه. باهي كملت خلطتها، وبالطبيعه مش نحطها لهم كل واحد عملت له نعمل له حكيكه ونحطها له بحذاه. وهذه هاي حطيتها في الصحفه هذه. خنذوقها هيك جات تشرح. بسم الله. بنينه حتى سكرها جاي بنين، سكرها باهي. هذا فيديونا اليوم،
ان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله معناها الفيديو بتاعنا يعجبكم اليوم. وهكا شوي شوي منها دبارة ومنها البسيسة خلطتها معناها باش تكون فطور صباح للصغار والكل. وما تنسوناش من اللايكات، تنسوناش من الابوني. ان شاء الله نتقابلوا في فيديو اخر ما خير، والى اللقاء.